تخيل تكون عطشان والميه قصادك بس خايف تقرب منها او حتى تشربها. يلا بينا نشوف الفيديو ده مع بعض. पी जाओ पी जाओ विठल काका पिवळावं पाणी पिवळावं विठ्ठल काका अपना आत्मा आपो पिओ पिवळावं पिओ اللي انت شفته دوت مش مجرد خوف عادي، واحدة من اخطر واصعب علامات داء السعار او داء الكلب، الهيدروفوبيا او الخوف من الماء. خلينا علشان نفهم ايه اللي حصل في الفيديو نبدأ القصة من بدايتها. المرض ده بيتنقل عن طريق عضة حيوان مصاب بداء السعار. ممكن الحيوان ده يكون كلب او قطة من اللي موجودين في الشارع. الفيروس هيبدأ يدخل من مكان العضة ويمشي مع الاعصاب واحدة واحدة لغاية ما يوصل للمخ، وهناك هيبدأ يهاجم جهازك العصبي وخصوصا الاعصاب المسؤولة عن التنفس والبلع. وده بيخلي المريض اول ما يشوف الميه يبدا يحصل تشنج عنيف ومؤلم جدا في عضلات الحلق وعضلات التنفس، فيبدا ينفر ويبعد عن الميه باكبر شكل ممكن. والاعراض دي علشان تظهر بالشكل ده بتاخد من اسابيع لشهور لغايه ما توصل لمرحله الهيدروفوبيا او الخوف من الماء. علشان كده لازم أن يكون التعامل مع اي عضه لحيوان موجود في الشارع سواء كان كلب او قطه يكون كالتالي: رقم واحد، هتغسل مكان العضه بالميه والصابون لمده ربع ساعه، هتغسلها بالميه والصابون. رقم اتنين، هتبدا تطهر مكان العضه بالبتادين والكحول. رقم ثلاثة ودي اهم خطوه على الاطلاق، انك هتروح اقرب مستشفى علشان تاخد تطعيم السعار. للأسف مرض السعار مرض قاتل، لو وصل للمرحلة دي بيكون صعب الرجوع منها. علشان كده فاكر لما أنا قلت لك